السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم صحة وأحسن حال. اذكر الله لا إله إلا الله، وصلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه يا ماما؟ قولي لهم قولي لهم ماما. سلم عليهم يا رنا، قول لهم ازيكم عاملين ايه؟ قول لهم يا رب تكونوا بخير. سلم عليهم يا ماك. مكة النهارده مشاركينا كده الروتين كده في اول الفيديو. طبعا يا حبايبي، يا ترى ايه ده يا محمد؟ دول طبعا يا حبايبي هديه من اختي في الله، من مصر، من حبيبتي ام شريف. استني يا مكة، استني يا مكة. من حبيبتي ام شريف، جايباهم طبعا ايه لشهد. حبت تبارك لشهد فقالت هبعت لها هديه كده، ودول هديه من اختي وحبيبتي ام شريف من مصر. حبيت افرشهم، اوريكم كده الهدايا ويعني. بصوا كده يا حبايبي، ده طقم، دول طقمين سراير. ثانية معي ثانية. بص ايه رايكم في شكله؟ شكله جميل والله العظيم. طبعا هي حبت تبارك لشهد وقالت هبعت لها هدية حلوة. ربنا يخليكي ليا يا عمري ويجبر بخاطرك يا رب. ثانية معك، ويحفظ لك شريك يا رب وتشوفيه احسن الناس. امين يا رب العالمين. شكرا حبيبتي، جزاك الله كل خير. ثانية معك، وهنشوف الطقم التاني بقى كده يا مكة. استنى، رايكم في الطقمين الحلوين دول؟ انا مكة بتقول لكم عسل، قولوا عسل. ايه رايك في الطقم الحلو ده؟ والله الاثنين احلى من بعض. امسكي ده كده يا رب، امسكي كده وجيبي. فسحيه كده يا رب. والله الاثنين احلى من بعض. ايه رايكم؟ شكله جميل تحفه والله العظيم. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا يا حبيبتي. هي من متابعين طبعا ام شريف، ربنا يسعدك يا رب ويجازيك كل خير. طبعا هنشيلهم برضو ايه للشهد مع الحاجات طبعا ايه اللي انا اشتريتهم لها الايام اللي فاتت. وتعالوا كده يا حبايبي، قلت بقى ايه، جبت وزة من فوق النهاردة كده وذبحتها للعيال كده، وقلت اعمل عليها شوية ملوخية وشوية رز، وبحت طبعا منهم جوز كده زي ما قلت لكم لواحدة جيرين، طبعا عشان اخفهم شوية طبعا، بس عشان ايه اعرف اكل الطيور دي طبعا اللي فوق. طبعا بشكركم يا حبايبي كده من كل قلبي على كل الكومنتات الحلوة اللي كتبتها لي في الفيديو اللي عدى. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا ويديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. والله اتعلمت منكم حاجات كتيرة قوي وكفاية. بصوا يعني بتفرحوني وبتسعدوني بكومنتاتكم الحلوة دايما دي، وبستفاد منكم حاجات كتيرة والله العظيم. كفاية ان انتم قلتولي معلومات كتيرة للانيميا. انا بصوا انا من الناس اللي كانت يعني بص كنت مأهملة في نفسي بالنسبة للانيميا دي، كنت مش مهتمية بنفسي خالص ولا مهتمية بصحتي ولا بدور على الحاجة طبعا اللي تخف عني الانيميا. وكنت ما اقولكوش ان انا كنت مدمنة كده في الشاي، كنت مدمنة شاي. بس الحمد لله طبعا سمعت كلامكم في حاجات كتيرة والله. دلوقتي يعني بصوا هي كوباية الشاي الصبح وخلاص على كده، اليوم كله كده مش بشرب شاي خالص. قلت لا انا لازم اهتم بصحتي شويه كده، ودورت على حاجات كتيره انتوا كتبتها لي في الكومنتات يعني تفيدني للانيميا وكده. ان شاء الله اغلب الحاجات اللي قلتها لي ان شاء الله هشتريها باذن الله كده، زي الجرجير وزي قلت الكبدة الفراخ واي حاجه انتوا كتبتوها لي كده ان شاء الله طبعا هجيبها باذن الله كده، واهتم بصحتي الايام اللي جايه. هنا كنت جايبه ملوخيه يا حبايبي كده من عند جيراننا زارعينها في الغيط وكده. غسلتهم كده، قرطفتهم وغسلتهم وسبتهم شويه كتر على الصينيه ينشفوا، قلت اخرطهم كده واعمل كده اكله حلوه للعيال. كان مكة ورانا هنا كنت حاطه لهم شويه شوربه وحطيت لهم حوايج من الوز كلوه. طبعا هو الوز برضو مش قوي يعني، انا ذبحتها بس مش رمي لحم كتير يعني عليه، هما لسه صغيرين يعني، بس قلت بقى ايه ادوق العيال كده وابوهم من الوز قالوا اول مره في حياتنا ناكل الوز. ذبحت لهم طبعا الطيور اللي عندنا كده وقلت اخليهم يدوقوا منها.
وكان كان عندي كان يعني ديكين كده في الفراخ الصغيرة اللي كنت جايبها، دبحتهم لهم قبل كده يعني. بس قلت بقى اخلي الفراخ بقى هتبض لنا كده، والفراخ البلدي حلوة ومش بتغلب برضو في اكلها يعني. وقلت تخليها يعني تورينا البيضة بعد كده الطيور نعمة وخير في البيت وبتنفع يعني. هو بص انا دبحت منهم وبحت منهم، وفي جوز تاني كمان هخليه دكر وانتهي كده، هنبيعه برضو يعني، وبرضو يعني ونصرف منه برضو في البيت يعني. كل حاجة بتنفع والله. ورحت جبت كده نص كيلو رز، وقلت بقى اعمل للعيال اكله حلوه كده ياكلوها النهار. اتمنى كده لايك حلو من ايديكم، تسلم ايديكم وعينيكم، كومنت حلو كده للفيديو. ربنا يجبر بخاطركم جميعا يا رب، جبرا يتعجب لي اهل السماوات والارض. والله مهما قلت لكم كده مش هوفيكم جميلكم ولا وقفتكم جنبنا. في ناس كتيرة معايا من ساعة ما ابتديت في القناة ولحد دلوقتي معايا، ربنا يخليكم ليا دايما يا رب. آه، طبعا انا اي حاجه كده بعملها كده بطلع بيها كده وبعملها كده اهو. انتوا يعني بحاول انزل كده فيديوهات. طبعا بالنسبه للناس اللي سالتني هو يا محمد الشبكه على العريس ولا على العروسه، لا طبعا الشبكه على العريس يعني. هو يبقى كمان الشبكه على العروسه. طبعا زي ما قلت لكم العريس طبعا بيجيب الشبكة، والفرح برضو بتاع الشبكة عليه، والفرح بعد كده عليه، والشقة بس بيجهزها، يجيب فيها أوضة نوم، وبيجيب فيها كنب أو ركنة بس كده. هو ادي اللي كل اللي بيعمله العريس. اما باجي زي ما قلت لكم تجهيز الشقة من سجاد لكل حاجة طبعا. والله رحت فرش بنت سلفتي، والله العظيم بصوا يعني ما اقولكوش على الحاجة اللي كانت جايباها. قلت يا لهوتي كل ده انا هجيبه لبنتي وبقيت اعمل كده، ده انا قلت الهم اكتر يعني. والله ربنا يقوينا كده ويسرها معانا كده، ونقدر نجهزها كده ونجيب لها زي البنات كده. زي ما شفت والله الجاز في مصر ما اقولكوش يعني حاجات كتيرة قوي من كل حاجة، من تلاجة لغسالتين لبوتاجاز لسجاد يعني ما اقولكوش كل حاجة. لمفارش، حتى مفارش التسريحة والكومودينات والمكياج وكل حاجة على العروسة. والله بصوا يعني رحنا فرش بنت سلفتي دي، قعدنا يومين يعني. بصوا كم يعني من العصر، من أذان العصر لحد الساعة 10 بالليل واحنا بنرتب في الحاجات بتاعة العروسة، واحنا بنرص الحاجات بتاعة العروسة. والله يا ربنا يجوي كل واحد كده اللي معاه بنات ده، ربنا يجويه كده على شاذ بنت. بس انا حبيت اقول لكم من يعني في ناس سالتني كده يعني في الكومنتات، كتبت لي يعني في الكومنتات كده، فانا حبيت اعرفكم. وان شاء الله طبعا زي ما قلت لكم كده ان شاء الله الشبكه بتاعت شهد بعد العيد، وانا عملت لها استخاره والحمد لله يعني جاتني يعني رؤيه كده حلوه ليها الحمد لله. واللي في الخير طبعا يقدم ربنا يا حبايبي، ربنا يفرحكم بولادكم يا رب كده، ويرزق كل مشتاق، امين يا رب العالمين. بس كده يا حبايبي تعالوا بقى نشوف عملنا ايه في الاكله الحلوه دي. عملت لهم الرز اهو، وعملت لهم الملوخيه الخضراء. مفيش احلى من اكل الملوخيه في الصيف، اكله خفيفه كده واحسن من تسبيكه الطماطم بكتير. حلوه كده على المعده في الجو الحلو ده يعني. الجو كده بين البنين، لا الصيف خالص ولا حر ولا هو خالص يعني. الجو حلو عندنا الحمد لله والشكر لله. والايام اللي فاتت والله كان في مطر كمان عندنا، قلنا ده ما مطرتش في الشتاء بس مطرت في الايام اللي فاتت. كل اللي كان نفسه في حاجه كده بيدعي ربنا كده وباب السماء مفتوح، ربنا يحقق امنياتنا وامنياتكم، امين يا رب العالمين، ويجبر بخاطرنا وبخاطركم يا رب، امين يا رب العالمين. بس كده يا حبايبي كده كنت حطيت الاكل للعيال، حطيت ملوخيه وحطيت رز، وكنت بعت رنا تجيب اللحمه كده بعد ما حمرت الوزه كده وحطيتها في التلاجة قبل ما اتجمعنا كلنا كده. احنا طبعا دايما بنعمل الاكل عشاء. يلا اشوفكم على خير يا حبايبي، ومع الف